السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ازيكم بنات؟ وحشتوني والله. النهارده ان شاء الله مع بعض هنعمل صينية البطاطس. انا كنت عملتها قبل كده معاكم على القناة، بس حبيت ان انا اعملها تاني. صراحة جميلة قوي. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. ودلوقتي بقى انا مقشرة بصلتين معاكم اهو. نقطعهم كده جوليان. عايزه تقطعيهم جوليان ماشي، عايزه تقطعيهم تفرميهم في الكبه ماشي، سواء كده او كده هتبقى حلوه قوي. صلوا على النبي كده يا بنات بقى. انا عارفه ان كلكم يعني شطار فيها، بس حبيت اطلع اتكلم معاكم شويه كده واوريكم بردك. واللي ما تعرفش بردك، البنات اللي هي لسه بنوته كده ما اتجوزتش، تتعلم بردك وتستفاد باي معلومه حتى لو صغيره. كده بقى قطعنا البصل، ننزل بمعلقه من الملح وشويه من الفلفل الاسمر، حبه حلوين كده من الفلفل الاسمر، وتمسكيهم تفركيهم كويس جدا. تفركي فيهم كده لحد ما تنزل الميه اللي فيها، كل العصاره اللي فيها. تمام كده. ما تكتريش، هما بصلتين بالظبط صغيرين، بس انا عامله كميه كبيره. هما بصلتين بس كفايه، عشان انا حاطه بصل اصلا في تتبيله الفراخ، واقول لكم انا تبلتها ازاي، عشان انا متبلاها من امبارح وحبيت اعملها النهارده معاكم. نمسك الفلفل بقى نقطعه سوا. قطعه حلقان كده. معلش لو في اي صوت ولا اي شوشره، عشان انا بصور بالنهار بقى. والقوطه بقى حابه تقطعيها طرنشات، قطعيها طرنشات وحطي معلقتين صلصه. حابه تعصريها، تعصري شفشق قوطه كده ولا حاجه ماشي. نركنهم بقى دول على جنب. انا قطعت قرنين فلفل اهو، قطعتهم طرنشات، نركنهم على جنب لحد ما نقشر البطاطس بتاعتنا. بس قبل ما نقشر البطاطس بتاعتنا عايزه اوريكم الفراخ دي. انا جبتها وغسلتها كويس طبعا، ونقعتها زي ما انتم عارفين بالليمون والملح. وبعد كده صفيتها وعملت لها، ضربت لها في الكبه بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل اسود وملح، بس مش اكتر من كده، وسبع بهارات. وتبلتها زي تتبيله الفراخ المشويه، وركنتها من امبارح في قلب التلاجة. دي تعملي بقى بيها بقى صينيه بطاطس تطلع معاكي طعمها يجنن بجد، لانها بتبقى شاربه من التتبيله وبتبقى حلوه قوي. نقشر بقى البطاطس وارجع لكم تاني. طبعا على حسب كميه البطاطس اللي انت عايزه ايه تستخدميها. تمام. انا معايا طماطم مغسوله اهي كويس، ومعايا كميه من البطاطس حلوه. تمام كده. بالنسبه للقشاره دي كنت حابه اكلمكم عنها، حلوه قوي، بتعمل كذا حاجه في وقت واحد. دي مبشره، دي هراس التوم، دي بتاعت الشيبسي بتاعت الجزر، بتقطع كده طرنشات خفيفه. دي بتقشر، ودي بتقطع زي ما كنت مقطعه اللفت معاكم قبل كده، او البطاطس بتبقى حلوه قوي على فكره، جميله جدا ومش غاليه. تقريبا ب12.5 في اي محل مستلزم حاجات منزليه وكده. بصوا جميله جدا، وبسم الله ما شاء الله حاميه، مش هتاخد معاكم اي وقت.
بصوا بتطلع حتى القشره بتاعتها خفيفه ازاي. متاكلش من البطاطس كتير ولا من الخضار بتاعك، فجيبيها مش هتندمي بجد يعني. اهي زي ما انتوا شايفين كده. كده بقى انا غسلتها وهنقطعها مع بعض طرنشات، بس حاولي ما ترفعيش قوي عشان لو رفعتيها جامد هتتهري منك بسرعه، عشان تستحمل، عشان هي هتستوي مع الايه، مع الفراخ، تاخد السوا بتاع الفراخ. فالحجم بتاعها ده حلو قوي. تمام كده. هقطع كل ده بقى ونمسكهم برضك ندعكم دعكه حلوه مع بعض وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين كده انا قطعتهم اهو. كده قطعت البطاطس والفلفل والبصل، فركناه كويس. هنجيب بقى ايه السبع بهارات بتاعتنا، نص معلقه كده من السبع بهارات، معلقه مرقه فوريه. مرقه فوريه دي بتبقى حلوه قوي. عندك مكعب حطيه، شويه فلفل اسمر تاني. تمام كده. دي بقى عشان بنتبل الطماطم بتاعتنا اهي. ده شفشق من الطماطم. تمام كده. تمام. بس كده. نجيب بقى الفراخ زي ما قلت لكم، الفراخ متبله كويس جدا. يا دوب احنا هنحطها على الوش بس، هنحطها من على الوش اهي زي ما انتوا شايفين. ثواني بس اجيب سكينه كده اهي. شايفين الفراخ؟ بسم الله ما شاء الله حلوه قوي. تسلم ايديكم بقى وعينيكم يا رب كده، وبألف هنا لكل اللي يعملها حبايب قلبي. نديها شرخه كده من فوق عشان تستوي معانا كويس. حابه تعمليها من هنا بردك عشان ايه، اي بقايا دم اي حاجه ما تقعدش في الفرخه بتاعتك. شايفين؟ حلوه قوي. نقص بقى معلقتين السمنه ومعلقه زيت وازقها في الفرن بقى، وبجد بألف هنا. تعالوا كلوا معانا بقى، اتفضلوا معانا. شايفين؟ مفيش مانع بقى ننزل شويه التتبيله دول مع الوش كده، عشان ايه، البطاطس بتاعتنا تشرب من الفراخ والفراخ تشرب من البطاطس، وتبقى طريقه جميله جدا. طريقه سهله ومش هتاخد معاكي اي وقت. نحط لها بقى معلقتين السمنه ومعلقه الزيت. خلاص على كده. نحطها في فرن حامي، ما تدخلش على فرن بارده، تدخل على فرن حاميه جدا. ممكن حبه مستعجله عليه حطيها على البوتاجاز. وزي ما انتوا شايفين كده حبايبي، اكون طلعتها من الفرن. انا طبعا حطيتها حوالي ربع ساعه على النار فوق لحد ما الفرن بتاعي سخن كويس جدا. وبعد كده حطيتها في الفرن لمده حوالي ساعه. وادي النتيجه جميله جدا وسهله وبسيطه ومش هتاخد معاكي اي وقت، وبجد كان طعمها في حته تانية. حلوه ليه بقى بجد؟ لو عايزين تستفادوا المعلومه دي، حاولوا تتبلوا الفراخ من قبلها بيوم، او على الاقل ساعتين 3. اللي التتبيله زي ما قلت لكم، اللي هو البصلايه، طماطمايه، قرن فلفل، وحبه فلفل اسود،
وشوية ملح وشوية بهارات، السبع بهارات، وتدعكم كويس كلهم كويس، وتمسكوا الفراخ بتاعتكم تتبلوها بألف هنا عليكم يا رب. ولو عجبكم الفيديو لحد كده ما تنسونوش باللايك والاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله، وبألف هنا، بألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. مع ألف سلامة، وأشوفكم في